صباح الفل. النهارده هعمل لكم صدور فراخ مشويه بس من غير فرن، على الطاسه، بتتبيله كده سهله وبسيطه ومش معقده. لو اول مره بتشوفوني، انا اسمي مريت. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ومستنيه رايكم في التعليقات. لو لسه مش مشتركين في القناه اعملوا اشتراك، وكمان صفحتي على الفيسبوك اعملوا متابعه ليها. ويلا بينا نبدا وصفه النهارده. قطعت الفراخ بالشكل ده، يعني عملت فيها فتحات كده، اقصد مش تقطيع تقطيع يعني. حسيت هيبقى شكلها حلو في التقديم. ده نص كيلو من صدور الفراخ. دلوقتي بقى التتبيله بتاعتي عباره عن بصل مبشور ناعم وتوم، معلقتين كبار من الزبادي. التتبيله بقى بهارات فراخ، شويه من الفلفل الاسمر، الكزبره، القرفه، الكركم والبابريكا. هو الكركم والبابريكا يعني في الوصفه دي بالنسبه لي اساسيين. وبعد كده هحط معلقتين من الزيت وهقلب كويس، هسيبها في التتبيله. ودلوقتي بقى هعمل الرز الاصفر اللي بالفلفل، مع الوصفه دي مناسب قوي. شوية فلفل كده، هشوحهم في حبة سمنة بزيت، وبعد كده هحط عليهم الرز طبعا مغسول مغسول كويس، مكعب من الفراخ، مرقة الفراخ، وشوية من القرفة، شوية من الكركم، والملح طبعا حسب ما مناسب ليكم بتحطوا قد ايه. وهحط مية مغلية. يعني ده نص كيلو من الرز، معيار المية بيكون قد كده نص من الصباع فوق الرز. وبقلب كويس، وبغطي على الرز لحد ما ياخد غلوة كده، وبعد كده ههدي النار عليه خالص شمعة. بعد حوالي ما يعدي ربع ساعة كده هقلب الرز تقليبة، هو تقريبا خلاص مستوي. هقلبه تقليبة بس واحدة، واغطي عليه واسيبه 5 دقايق كمان، وبعد كده خلاص هطفي النار. بالنسبة بقى لصدور الفراخ، فجبت طاسة وحطيت فيها شوية زيت، واول ما سخن الزيت بتاعي هبتدي ان انا اشوح الفراخ، اديها صدمة كده بحيث تاخد لون حلو من الجهة اللي تحت، وبعد كده اقلبها على الجهة اللي فوق. وبعد كده اغطيها وهدي النار شوية على لحد ما تستوي. هياخد التحميرة الحلوة دي، وفي نفس الوقت لما بغطي النار بغطي الطاسة وبهدي النار، بتبتدي ان هي تستوي معي. وده شكلها حلو قوي ولونها جميل، ده بسبب البابريكا برضو والكاري اللي احنا حطيناهم. والرز كده جاهز على التقديم، ومعاه القطع بتاعة الفراخ. بجد طعمها حلو قوي. ولو لما تجربوها ان شاء الله، انا مستنيه تطبيقاتكم على الجروب بتاع الفيسبوك. ابعتولي البوست وانا هقبله، ونشوف يعني كل واحد بقى يوريني شطارته في العمايل بتاعه الاكل. اشوفكم في وصفه جديده، وباي باي.